يعني احنا عايزينك تكسب علشان لو ان يبقى عندك امل وعندك شغف ان انت تنافس على الدوري وتنافس انك تشارك في افريقيا. بس انت برضو مصمم برضو تتعادل مع البنك الاهلي. خلينا متفقين ان مفيش ولا واحد اهلاوي بيشجع الزمالك. ده متفقين فيه، وانا ما كنتش بشجع الزمالك. بس لما كانت كسبانه قلت قشطه. انت فاهم؟ كنت تمام، كانت تمام قشطه. انت كسبان خلاص، هيبقى عندك شغف انك تنافس على الدوري، تشارك في افريقيا، تحتل المركز التاني، بيقوم جاي التعادل. يبقى انت كده انت مصمم ان انت لا انا مش عايز انافس. واحتمال اساسا مقعد الكونفدراليه يروح منك. انا تمام، انا مش عايز انافس. طب وبعدين هتلاعب بيراميدز، انت خلاص مش هتنافس، هتفوت لها ولا تعمل ايه؟ ما انت لو كنت كسبت كنت هتقوم ماسك بيراميدز كسبها، تبعدها عن منافسه الدوري، يبقى انت خسرتها الدوري. بيراميدز بعدها تقوم رايحه تلعب في نهائي افريقيا، تخسر افريقيا، تيجي تلعبك في الكاس، يبقى انت ضيعت عليها الدوري وخسرت من افريقيا. فبيراميدز هتبقى جايه لا عايزه تنتقم بقى، تقوم ماسكاك 3 4 0 ياخد منك الكاس. شفت؟ حلوه جميله حلوه. واحد اهلاوي يقول لي انت عايز بيراميدز تاخد الكاس، اقول لك اه انا عايز بيراميدز تاخد الكاس، مش عايز الزمالك تاخد الكاس. مع اني ولا بحب ده ولا بحب ده، بس عايز بيراميدز تاخد الكاس. شفت؟ كانت هتبقى جميله. تكسب في الدوري، تضيع عليهم الدوري، اديت الدوري الاهلي واديت زيزو كمان للاهلي، تشارك في دوري ابطال افريقيا، هي تخسر افريقيا بسبب بقى التعثر في الدوري ومش عارف ايه. فهتبقى نازله عليها ضغط، عايزه تكسب، تخسر افريقيا، تيجي تقوم رزعك 3 4 في الكاس. شفت؟ كانت حلوه، السيناريو كان جميل. انت مصمم